طريقنا دلوقتي ان شاء الله لبورسعيد اسبريسو عشان الطريق عشان نفوق. وصلنا بور فؤاد يا جماعه. المعلومه اللي انا اول مره اعرفها ان بور فؤاد ديت مدينه مصريه اسيويه. عشان توصل لبور فؤاد لازم تركب معديه. المعديه ديت بتعديك من بورسعيد لبور فؤاد، بتعديك من افريقيا لاسيا. انت متخيل ان ده في مصر موضوع بالظبط عامل زي اسطنبول كده فيها جزء اسيوي وجزء اوروبي. هنا عندك في مصر في جزء اسيوي وجزء افريقي. مدينه بور فؤاد ديت تم انشائها سنه 1920، وكان في الاول خالص اول ما تم انشائها كان ساكن فيها 800 واحد. مدينه بور فؤاد مبنيه على الطراز الفرنسي. بور فؤاد بقى اتسمت ليه ببور فؤاد او اسمها كده ليه؟ اتسمت على اسم الملك فؤاد الاول. اول ما بتنزل بتشوف المسجد بتاع المجمع الاسلامي في وشك على طول. مسجد جميل جدا، شكله تحفه. من اشهر الحاجات هنا في بور فؤاد مسجد المجمع الاسلامي، من اهم المساجد هنا في بور فؤاد. طول المأذنه اللي انتم شايفينها ديت 160 متر، يعني واحده من اطول المآذن اللي موجوده في مصر. مسجد بالنسبه للبورسعيديه والناس اللي عايشه هنا بيعتبروه مسجد في غايه الاهميه، او يعتبر مسجد رقم واحد هنا في بورسعيد. طيب هنا يا جماعه ده شارع من شوارع بور فؤاد. لو هتلاحظ هنا كل البيوت كلها الستايل بتاعها قديم زي ما بقول لكم، مبنيه على الطراز الفرنسي. وفي حاجه بقى غريبه انا شفتها، هتلاقي على كل بيبان فيه التنده دي. تحس هنا البيوت من حته بره مصر. نكمل جولتنا ونشوف بقيه بورسعيد. هنروح سوق السمك، هنشوف هناك نظبط اكله جامده. ماشي قشطة. نضرب وبعد كده هيبقى قدامنا مكانين بس. الكاساتا من عند سلسبيل، وفي مكان شفته امبارح يعني وانا بقلب كده قلت برضو قبل ما اجي بورسعيد اشوف الدنيا ماشيه ازاي. محل بتاع شوكولاتات مستورده. الفكره ان هو عنده شوكولاتات مستورده وانواع جامده جدا مش موجوده، يعني ما شفتهاش موجوده في القاهره خالص، بس باسعار خرافيه. عامل القصه دي ازاي انا ما اعرفش برضه. معلومه كده عايز اقولها لكم يا جماعه، انا ما بعملش اعلان لاي حاجه. كل الحاجات ديت يعني تجربه كده شخصيه بنعيشها مع بعض وبنزور بورسعيد سوا. فلسه مفيش اعلانات. لو في اعلان هتلاقوني بعمله، هتلاقيني كاتب قبليه كده سبونسر باي كذا كذا بس. فاحنا دلوقتي هنروح ان شاء الله على سوق السمك ناكل نتغدى، لان ميت من الجوع. وبالتالي برضه معاذ نفس القصه. شطبت. فهنروح كده نتغدى ان شاء الله ونوريكم السوق من جوه عامل ازاي. وبعد كده بقى نشوف المحل بتاع الشوكولاتات دوت، ونشوف سلسبيل نجرب من عنده الكاساتا. يلا بينا. جينا هنا سوق السمك يا جماعه. اول حاجه فيه الدنيا نظيفه جدا جدا. الناس البورسعيديه محترمين، من اول ما دخلنا بيرحبوا بينا. السمك اللي هنا كله شكله جميل جدا. الدنيا نظيفه، تحس فيه نظافه، تحس الموضوع حلو قوي بزياده. طلبنا السمك بتاعنا، ما رحناش بقى محل من المحلات الفخمه وكده والحاجات التقيله. جينا هنا لاساس السمك ذات نفسه في بورسعيد، لسوق السمك، علشان نجرب السمك ونقول لكم تجربتنا ايه، وندوق السمك ونشوف الوضع عامل ازاي.
عدينا الحمد لله، وهنروح بقى محل الشوكولاتات اللي كنت قلت لكم عليه. بصوا تجربتنا هنا في سوق السمك، الاسعار رخيصه جدا جدا بالنسبه للسمك والحاجات اللي جوه. اسعارها ارخص جدا من القاهره، يعني في فرق شاسع ما بين الاسعار هنا واسعار القاهره. والفكره بقى في حاجه، ان انت هنا بتخش سوق السمك بتتفرج على السمك وتشوف السمك اللي انت عايزه. عايز تاخد للقاهره تمام، عايز مثلا انت تتغدى وكده، في اماكن حلوه جدا ان انت تقعد وتخلي اي مطعم من المطاعم اللي جنب الناس اللي بتبيع السمك تجهز لك السمك بتاعك وتعمله لك بالطريقه اللي انت عايزها. بس خد بالك من حاجه، اسعار الحاجات اللي بتتعمل لازم تسال عنها قبل ما تعملها، لان هم ممكن يلبسوك، فاهمني؟ قبل ما تقول له على اي حاجه انت عايزها، مثلا انت عايز حاجه مقليه، عايز شوربه سي فود، عايز اي حاجه، قبل ما تطلب يعني قبل ما تخليه ينفذ اساله عن كل سعر، ده يكلف كام وده يكلف كام وده يكلف كام، عشان خاطر تبقى انت عارف ايه اللي هيحصل، ما تتفاجئش باي حاجه او كده، وما تتفاجئش بان حاجه ما تعجبكش في الفاتوره او بتاع. ولكن كاكل السمك، انا اصلا مش من محبين السمك، بس بالنسبه لي افضل اكله سمك اكلتها في حياتي، اكله جامده السنين. الصبيط خيالي، شوربه السي فود رائعه، ما يعني كل حاجه كلناها جوه كانت فظيعه. فبجد تجربه جميله جدا جدا جدا. ما ينفعش تيجي بورسعيد من غير ما تعدي على سوق السمك. عندي مشكله دلوقتي ان انا زي ما كنت بقول لكم، انا كنت هموت وانام قبل ما اكل، دلوقتي حاسس ان انا يعني هنام وانا بتكلم اصلا. ف... فربنا يستر ونعرف نروح القاهره يعني على خير ان شاء الله. دعوا لنا كده نوصل بالسلامه، لان الواحد يعني خلاص يعني جايب اخره. السمك اصلا بينام زي ما انتم عارفين، فربنا يستر يعني. لو لسه بتتفرج على الفيديو لحد دلوقتي، ما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو علشان خاطر تدعمنا. واستنوا كل فيديوهات جديده في مصر ان شاء الله، وباذن الله اول ما يفتحوا الطيران الدولي في فيديوهات كتير بره مصر. فتابعونا، اشترك في القناه، اعمل لايك. الفكره ان الجي بي اس يعني جايب لك المكان غلط، فاهم؟ قريه ايه؟ المسجد شكله جامد جدا، بس اسمه ايه انا مش عارف صراحه. اللي بره كان اسمه مسجد المجمع الاسلامي، لكن ده انا مش عارف اسمه. اللي من بورسعيد يا جماعه يقول لنا في الكومنتات اسم المسجد ده ايه. مكتوب عليه حاجه؟ مش مكتوب، بس جامد جدا ما شاء الله، يعني جميل قوي. احنا دلوقتي في طريقنا لمحمود الفار. لازم تجيب شوكولاته، ما ينفعش ما تجيبش شوكولاته، فاهم؟ ما تخشش من البيت اصلا، فاهم؟ عشان برضه لارا بنتي بتحب الشوكولاته جدا، يعني ما ينفعش اكون في بورسعيد وما اعديش اجيب لها يعني. اتمنى ان هم يسمحوا لنا ان احنا نصور جوه، لان عايز اوريكم المكان جوه. يعني شفت الصور على صفحه الفيس فكانت حلوه. فبورسعيد جميله بجد، اتبسطنا، قضينا وقت جامد جدا. تجربه حلوه يعني. كتغيير، انت قاعد عايز تغير جو، تروح مكان جديد اول مره تروحه، بورسعيد مكان كويس. منعونا ان احنا نخش نشغل الكاميرا يعني وكده وبتاع. زي ما قلت لكم في بعض الاماكن ما بتبقاش حابه ان انت تصور جوه. شفت بوستات كتير عن حاجه تانية برضو في بورسعيد، الكاساتا دي زي نوع معين من الايس كريم موجود في بورسعيد بس. ودي بقى اخر محطه لينا في الفيديو النهارده قبل ما نروح على القاهره ان شاء الله. عشان خاطر نعرف نكمل رحلتنا، ريد بول واسبريسو الاثنين كده. الفيديو بتاعنا هيبقى خلص. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. احنا دلوقتي في طريقنا للقاهره ان شاء الله. ما تنساش تعمل لايك للفيديو، لو مش مشترك في القناه انزل دلوقتي واعمل سبسكرايب، ما تنساش تفعل الجرس علشان خاطر تشوف كل جديد يخص السفر والسياحه. سلام.